السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده بقى عملنا الصينية التحفة الجميلة ديت، حاجة كده ايه، موفرة، حاجة اقتصادية، من ربع كيلو صدور فراخ. عملنا الصينية الجميلة ديت. تعالوا نشوف عملناها ازاي. هنقول بسم الله. معانا هنا مقدار كيلو بطاطس، ومعانا فلفل الوان، وفصين توم كبار، وبصلة كبيرة، وطماطميتين مفرومين بشرينهم ناعم، وربع كيلو صدور فراخ. هنقول بسم الله يا حبايبي، ونقطع البطاطس بتاعنا كده. نخلصها ونرجع لكم. كده خلاص جهزنا البطاطس بتاعنا، قطعناها وقطعنا فرمنا الفراخ، قطعناها صغير كده، وجهزنا كل حاجه. معانا هنا بقى التوابل يا حبايبي. هنتبل بقى البطاطس بتاعنا بعد ما غسلناها طبعا وقطعناها. الملح وبابريكا وزعتر وفلفل اسمر وسبع بهارات. هنتبلها كده لوحدها. ونجيب كمان هنا معانا معلقتين صويا صوص، نتبل كده ايه. طبعا دي اول خطوه من صينيه بطاطس بالبشاميل. هنحط بقى ايه البطاطس بتاعنا اللي احنا عملناها كده، عشان نستغنى عن الايه ان احنا نعملها. جبنا بقى ورقه زبده طبعا في صينيه كده، وهنفرد فيها البطاطس بتاعنا. ونحطها في الفرن لحد ما تحمر كده ونرجع لكم. طلعنا كده البطاطس من الفرن عشان نديلها ايه تسويه طبعا، عشان مش هنقليها بقى في الزيت وكده، ونوفر الزيت بتاعنا، وكمان تبقى صحيه. البطاطس مستويه وجميله اهي. جبنا هنا بقى الطاسه وحطينا فيها معلقتين زيت، وهننزل البصلايه مقطعناها صغير. ندبل بقى البصله كده معانا يا حبايبي. كده البصله دبلت، هننزل بقى بصدر الفراخ متقطع صغير. يعتبر ربع كيلو دوت يا حبايبي. هنعمل منه ايه الصينيه كلها، يبقى حاجه اقتصاديه كده وجميله وحاجه موفره. وجبه بقى متكامله فيها كل الفوائد، كل العناصر الغذائيه، من خضار وبروتين، كل حاجه يا حبايبي. طبعا الوصفه دي ممكن تكون خضار بس من غير فراخ، ممكن تكون لحمه مفرومه، المتاح يا حبايبي، مفيش حاجه هتوقفنا. معانا البهارات بقى، السبع بهارات، والفلفل الاسمر والبابريكا والملح والكزبره. ننزل بيهم يا حبايبي، معلقه صغيره من كل حاجه طبعا. ونقلل من الملح عشان احنا حاطين ملح على البطاطس، احنا ايه بنتبلها، ناخد بالنا كويس. ريحتها تحفه. والربع كيلو صدور هنعمل ايه صينيه جميله جدا، حاجه موفره واقتصاديه. كده الفراخ بقى غيرت لونها. هننزل بقى بفلفل الالوان وفصين الثوم متقطعين. ريحتها جميله قوي.
نزلنا بقى بمعلقتين دبس رمان. الخطوه دي لو متاحه، مش متاحه مش مشكله يا حبايبي. وننزل بقى بطماطميتين كبار المبشورين اللي احنا عاملينهم بشرينهم من غير قش. طبعا ده كله هيزود الكميه ويخلي الطعم جميل جدا. هنا هنعمل بقى البشاميل بتاعنا. هنحط بقى كميه زيت كده او زبده زي ما تحبوا من المتاح، يكون قد معادل الدقيق، ما يكونش الدقيق اكتر من الايه، من الزيت او الزبده. وننزل ب3 معالق دقيق كبار. وهننزل بقى معانا الدقيق، هننزل ب3 معالق كبار. من الدقيق. وننزل بقى بنص لتر لبن كده معانا. نقلب كويس بقى عشان طبعا مبقاش فيها اي كلكعه ولا كده، لحد بقى ايه ما سمكه يتقل معانا كده. خلاص البشاميل بتاعنا بقى سمكه كده كويس جدا. شايفين يا حبايبي؟ اجمل بشاميل واسهل بشاميل كده. خلاص هنجيب بقى الصينيه بتاعتنا، اي صينيه انتوا حابين تحطوا فيها يا حبايبي. هنا معانا صينيه بايركس. هننزل الاول البشاميل معانا، وننزل بقى بالبطاطس ونرصصها بقى كده. وننزل بقى بالعصاج بتاعنا بعد ما رصينا ايه اول صف البطاطس بتاعنا. بسم الله. بسم الله ما شاء الله، عمل كميه كبيره ازاي، من ربع كيلو صدور فراخ. ونرش لو في كده بقى معانا جبنه موتزاريلا برده، رشه كده خفيفه، ده ميكس كده، جبنه شيدر على موتزاريلا. وبعدين هنحط ايه البطاطس بقى الطبقه الاخيره. طبعا كل حاجه مستويه، مش هياخد وقت بقى في الفرن. بجد صينيه تحفه. هنحط بقى خلاص كده، فردنا البطاطس بقى كلها الطبقه الاخيره. هننزل بقى بالبشاميل بتاعنا. بسم الله ما شاء الله. نغطي كل الايه الصينيه كلها. بسم الله ما شاء الله كده. خلاص فردنا البشاميل. هنرش بقى طبعا الجبنه الموتزاريلا، جبنه ميكس طبعا.
ونحطها بقى ايه في الفرن البوتاجاز من تحت كده لحد ما تاخد لون من تحت، وبعد كده نحطها على الشوايه من فوق. خلاص يا حبايبي طلعناها من الفرن، جميله قوي وريحتها تحفه. حاجه ايه جميله جدا. جميله قوي يا حبايبي، تحفه. يا رب تعجبكم يا حبايبي. اشتركوا بقى في القناه وفعلوا الجرس واعملوا لايك للفيديو. فضلا وليس امرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.